يلا زبادي في البيت، كل سنة وانتوا طيبين. معلش اتأخرت عليكم ومحمد حامد سبقني بالفوانيس. تعالوا اقول لكم عملنا ازاي احلى كوباية زبادي في البيت ومتماسكة جدا، وكمان في وقت قصير جدا. يعني انا عملتها الساعة 3 بالليل، فطرت منها الصبح الساعة 10. يعني ممكن كل يوم الصبح تعملي الزبادي بتاعتك وتتسحري منها. بكيلو واحد لبن هتعملي 7 كوبايات كبيرة من دي، لو انتوا بتحبوا الحجم الكبير بتاع الزبادي الكوباية الكبيرة، او 10 كوبايات من الحجم الصغير. متماسكة، رهيبة، الدسامة بتاعتها عالية، عليها الوش المكشكش بتاع الزبادي البلدي بتاعت زمان اللي كنا بنشيله كده بصبعنا وبعدين ناكل الزبادي. وكمان حطت لها نص معلقة ضيع الطعم بتاع المرارة بتاعها. الزبادي البلدي ضيع المرارة بتاعتها وخلاها أحسن من المراعي وأحسن من الشركات التانية كتير. وكمان موفرة معاكي، مش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود. هي حاجة سهلة جدا جدا جدا، وبكيلو لبن. الفوانيس دي شكلها ظريف قوي لرمضان. انا جايبه منها كميه بصراحه بقالي فتره عشان اعمل لكم فيها الكنافه الزبادي. هعمل فيها شويه وصفات كتيره قوي. دي الكوباية بتاعت الزبادي، تقدروا تستخدموها. كيلو لبن دسم عليه قشطته زي ما انتوا شايفين كده. حطيت عليه معلقة كبيرة لبن بودر. اللبن بودر بيفرق معايا قوي في وصفة الزبادي. ونص معلقة سكر، وحطيت علبة زبادي بلدي. علبة الزبادي دي انا هستخدمها اول مرة بس، لكن يوميا هعين كوباية زبادي من اللي انا عاملاها خميرة لليوم اللي بعده. كل يوم هعين كوباية خميرة لليوم اللي بعده، لكن انا اول مرة هشتري واحدة بس. هظبط الصينية بتاعتي، صينية عادية جدا. هسخن الفرن وانا شغالة كده، هشغله يسخن قوي، يعني هخليه سخن كأني هطبخ فيه. هرب اللبن ده كويس جدا لغاية ما يعمل لي رغوة كده فوق، علشان الرغوة دي هي اللي هتديني الوش المكشكش بتاع الزبادي. وهصبه بس اللبن دافي، غليته وسبته يبرد لغاية ما بقى دافي. تقدري تستخدمي كوبايات الزبادي الصغيرة او الفخار ده وتلفيه بستريتش. يعني لما بتغطي الزبادي بتدي نتيجة ممتازة. طب انتي مش عندك الغطا ده كله، هتعملي كوبايات صغننة من دي. حطي الصينية زي ما هي كده، انزلي عليها بالمية المغلية نص الكوبايات، غطيها بفوطة قطن وحطيها في الفرن او على اي مكان دافي عندك، لو انتي هتستخدمي الفرن في حلويات او اي حاجة. انا جبت مية من الكتل وهحطها لنص الزبادي. المية السخنة اللي بتغلي اللي من الكتل لنص الكوباية، نص الكوباية كده. مية سخنة بتغلي. تخيلوا بقى انا مغطياها، حاطة مية سخنة بتغلي، مسخنة الفرن جامد، يعني 3 4 ساعات وهتبقى زبادي في الجون زي ما انتوا شايفين كده. الكوباية دي هتعمل معاكي 10، الكوباية الكبيرة دي هتعمل معاكي 6، والصغيرة. بألف هنا، كل سنة وانتوا طيبين. ابعتوها لناس كتير وشجعوهم يعملوا الزبادي في البيت، ويوفروا كمان أضرار برا، ويوفروا فلوس كتير كمان. الكيلو هيعمل معانا كمية كبيرة قوي، واحنا محتاجين التوفير. كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم. باي باي.